سلام البنات، كي دايرين؟ لبس عليكم هانيا بخير على خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم جيت نشارك معاكم عشاق كيكه ديال الشكلاط. جيت نشارك معاكم كيكه ديال الشكلاط كتجي زوينه، واللي داقها عندك يقول لك اختي شنو دايره فيها. المهم هاد الكيكه هادي راها كنطيبوها في الكسرونه فوق البوطه، عاد كنكملوا الباقي ما فيها لا روينه لا حتى شي حاجه. فهاد الكسرونه هادي درت فيها كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، 6 ديال الطريفات ديال الشكلاط، درت فيها 2 معالق ديال الكاكاو، عندي 2 كيسان ديال الماء بارد، وعندي فانيا، وعندي فوق البوطه الطيب. المهم هاد الكيكه هادي ما فيهاش الروينه، هذيك الكسرونه اللي كنطيبوا فيها المقادير هادو ديال الكيكه، هي فاش كنخلطوا هي فاش كنرونوا هذيك الروينه كامله كتبقى في هاد الكسرونه هادي. دابا درتها على النار بعد ما كتغلي هذاك الشيء، هذاك الزيت مع الماء مع سنيده، ملي كيتخلطوا كيتجانسوا مع بعضياتهم صافي كنطفيو عليها البوطه. المهم دابا كنبقاو نحركو حتى كيتجانسوا لنا المقادير كاملين مع بعضياتهم، وكنحيدوها وكنخليوها تتبرد. ما كنديروش فيها، ما كنزيدوش فيها المقادير الاخرى حتى كتبرد هاد الخليط هذا حتى كيبرد. المهم ها هي بعد ما تجانسنا هذاك الخليط مع بعضياته بدا شويه كيغلى، صافي غنطفيو عليها البوطه وغنخليوها تبرد. بعد ما تبرد شويه غنحيدو واحد نص كاس حتى الكاس لاروب باش نسقيو الكيكه ديالنا. المهم انا راه كنت مزروبه على هاد الكيكه حيت كنت غنخرج، هذاك الشيء علاش خليتها غير دفات شويه. بعد ما دفات شويه غنزيد عليها 5 د البيضات، 5 د البيضات غنزيدهم على هذا الخليط هذا وغنطربها مزيان، وعاد نزيد الخليط الاخر. المهم انا كنزرب معاكم في الهضره باش هكا اللي بغى يقيدها يقيدها، اللي فهمتي ماشي ما نطولش عليكم في الهضره بزاف، ولكني اسمحوا لي وصافي. المهم بعد ما درت هذوك ال5 د البيضات غنخلطهم دابايا يتخلطوا لنا مع هذاك المقادير اللي في الكسرونه، عاد نزيدوا عليها الدقيق ديالنا. المهم الروينه كامله كتبقى في هذه الكسرونه هذه، ما تروني ما تخلطي ما حتى شي حاجه بلا عذاب. هاد الكيكه هذه كتجي سريعه دغيا تصايبيها وما كتخليلكش الروينه في الكوزينه. المهم دابا الدقيق كنكون انا مغربلاه هكا ديال الكيكات وهادشي، كنكون مغربلاه ودايره في واحد البواطه ومخليه، حيت هو ضروري الدقيق خصو يتغربل. واخا كيكون هكايا مغربل وهادشي راه ضروري خصنا نغربلوه. دابا درت الكاس الاول، زدت واحد 3 ديال الساشيات ديال الخميره الحمراء، وغنخلط هاد المقادير هادو مزيان، عاد نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق. المهم راه كتجي زوينه وكتجي كبيره تبارك الله، يعني راه كتعطي ماشي ما كتعطيش، كتعطي وكتجي طالعه حتى في الشكل ديالها كتجي طالعه. دابا نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق ونديرو، عاد نزيد حيت هي هاد الكيكه هذه كتهز لك 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. ندير الكاس الثاني وغنطرب مزيان، عاد نزيد الكاس الثالث.
المهم أنا كنضرب على الروينة، ما تبقاش الروينة. هاد الكيكة هادي كتعجبني، ما كتخليلياش الروينة في الكوزينة نهائيًا. صافي كديريها كتخلطي في كسرونة، صافي هاديك كسرونة وحدة صافي. دابا نزيد الكاس التالت ديال الدقيق، هانتوما كتشوفوا راه يعني باقا خفيفة. نزيد الكاس التالت ديال الدقيق وصافي، هذا الكاس الاخر. والكاس التالت يعني كنبقى ندير نص بنص، ما كنديروش كامل، كندير نص بنص. دابا نزيد الكاس نص الثاني، يعني كيتسماو 3 د الكيسان ديال الدقيق. هاد الكيكه هادي انا كنشعل عليها الفران، انا كنديرها ما كتبغيش الفران يكون بارد، كنشعل عليها الفران وكنقاص عليه وكنمشي ندير الكيكه. وضروري من معلقه ديال الخل، انا درت معلقه ديال الخل، ولكن يمكن ما تصوراتش. ضروري معلقه ديال الخل في المول. كندهن بالزبده والدقيق، يعني انا خصني ندير الكاكاو، ما بقى لياش، درت الدقيق. دابا غندخلها الفران. بالنسبه لهاد المول هاد خفيف ديال، هذا خفيف ديال القصدير، كندير فيه تحتو كندير طاوه، عاد كنديرو هو وكندخلها الفران. دابا راها طابت، يعني باقا سخونه، ما كتاخدش الوقت كتير، نص ساعه كاع كطيب. دابا باقا سخونه، زدت عليها هذاك نص كاس اللي كنت حيدت من الخليط الاول ديال الكيكه ودرته. انا راه زربت عليها، ما خليتها لا تبرد لا حتى شي حاجه، كنت خارجه ومدروكه، يعني دغيا دغيا زربت عليها. نتوما خليوها تاخد الوقت ديالها الكافي عاد خدموها، راه ما كتلصق ما حتى شي حاجه، واخا سخونه يعني كتهز لك هكايا من المول. دابا يا هكايا هزيتها، حيدتها من المول. دابا عرضتها للطبسيل باش ندير لها الخليط ديال التزيين. فهاد الكسرونه هادي درت واحد 4 ديال الشكلاطات، واحد المرصوات صغار، هادوك المرصوات الصغار، وعنزيد ودوبته، وعنزيد عليه دانيت ديال الشكلاط، هو باش عنزوق هاد الكيكه هادي. يعني كيكه كتجي ساهله ماهله وكتصايبيها بالزربه، ما كتخلي لك لا روينه في الكوزينه لا حتى شي حاجه، وكتجي رائعه في المذاق. صافي دابا نكب عليها الخليط، صافي ونديه ونجيبو هكايا بالمعلقه صافي. يعني راه جات رائعة ما شاء الله. أنا راه كنحماق على الشكلاط، وحتى ولدي الصغير كيبغي الكيكات ديال الشكلاط، هداك الشيء علاش مرة كندير لهم، كل مرة كندير لهم كيكة ديال الشكلاط. وتزين عاد زينوها حساب شنو نتوما بغيتو. المهم انايا درت واحد
درت شوية ديال الكاوكاو مهرمش هكايا، صهّدتو في الفران، هو باش ندير تزيين. صافي دابا غندوّر على الجناب، يعني أنا درت لها التزيين ديالي وانتم على حساب شنو كل وحدة والرغبة ديالها في التزيين. يعني كيكة اقتصادية وساهلة ماهلة، كنتمناكم زعما تجربوها ولا جربتوها راه ما تندموش، غتولي معتمدة عندكم. إوا كانت هذه هي الكيكة ديالي معاكم، راه جات رائعة ما شاء الله. وما تنساونيش من الدعم والاشتراك في القناة باش يوصلكم أي جديد كنحط. وكان هذا هو الفيديو ديالي معاكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دابا نقطع لكم واحد الطريف فانتم تبقاو مع الفيديو حتى الاخر. الكيكه راه باقا سخونه، كنت خارجه كنت مزروبه وقطعتها، يعني باقا سخونه ولكن راه جات رائعه. وما ملي بردات جات حاجه اخرى، جات ما شاء الله.